السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انتوا اكيد عرفتم من الصورة اللي في الفيديو احنا هنعمل ايه النهاردة. الكشري المصري اهو، جميل جدا جدا بتكاية جميلة هتعجبكم قوي. يلا نشوف في الفيديو هنعمله ازاي، وهوريكم التكاية اللي انا بعملها. عمرها جربوها وعمرها ما هتخيب معاكم، بس امشوا على الخطوات اللي انا قلتلكوا عليها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اهو اول حاجة المية غليت، احط لها ملح عشان نسلق المكرونه. ماشي، ونحط شويه معلقه زيت. ماشي، هجيبها دلوقتي واحطها هنا. بقى نقعنا العدس ده ابو جبه ده بقاله ساعتين اهو، نقعاه بقاله ساعتين اهو يا حبايبي. بعد ما حطيت معلقه الزيت وشويه المكرونه، انا مشكله مكرونه سباكيتي ومكرونه صغيره اهي. اسيبها بقى تغلي تستوي كده وتتسلق مع نفسها واغطيها. جيت هنا بقى في الحله التانية اهو، حطيت شويه زيت. طبعا الكشري بيتعمل بزيت يا جماعه مش بسمنه. وحطيت شويه ثوم اهو، 3 4 فصوص ثوم عشان اعمل ايه الصلصه اهو. وهنا المكرونه زي ما احنا متفقين اهي، معلقين عليها اهي بتتسلق اهي. لسه ارجع تاني هنا للتومه. انا مش عايزه التومه تحمر، بس هروح بقى اجيب القوطه واحطها على طول فيها. هنا بقى يا حبايبي هعمل البصلايه اللي هي البصلايه المتحمره اللي بحطها على وش الكشري اهي. هعملها هنا اهو. خرطت بصلايه صغيره اهي، بصلايه صغيره، وحطيت فيها زيت. الكشري يا جماعه بيتعمل بالزيت وسبتها تتحمر. ماشي، وهنا المكرونه اهي اتسلقت اهي، صفيتها وسلقتها، غسلتها بقى بالميه، لكن مكرونه البشاميل ما بتتغسلش طبعا بالميه. وهنا هي يا جماعه الصلصه اهي، كل ده انا مطفيه عليه. وبعمل بقى معاكم البصلايه. خلي بالكم ان انا نقع الرز العدس ده بقالي 3 ساعات اهو. ماشي، حلو ما يضرش، هيبقى معاكي في السوا 100 100. ما تخافيش، ما تقوليش لا ده انا نقعاه بقالي كتير، عادي. هتعرفي دلوقتي ليه انا سبته ينقع 3 4 ساعات كده. ماشي يا جماعه، هحمر معاكم بقى البصلايه اهو يا حبيبه قلبي اهو. اللون بتاعها احمر اهو، طبعا عشان هنحطها على الوش مش هنغمقها قوي، هنستكفى كده باللون ده. واروح بقى اصفي البصلايه في الصفايه اهو يا حبايبي. صفيت اهو صفيت اهو البصلايه اهي. وادي الزيت اللي انا صفيتها فيها هكبه تاني في الحله. هكمل فيه بقى بقيه الكشري. هحط فيه الشعريه واروح احطه على النار اهو. اهو حطيته على النار اهو يا جماعه. احط بقى الشعريه كلها قيمه نص كوبايه اهي، واحمرها بقى في الزيت اهو يا حبايبي. الشعريه خدت لون اهي. كل ده في قلب الزيت. هقوم بقى الرز اللي انا غسلاه هقوم سقطاه اهو. طيب انت هتسقطي الرز؟ هسقط الرز اهو سقطته. طب وبعدين يا بطوط؟ هاجي بقى عند العدس اللي انا نقعاه بميته واقوم حطاه اهو يا جماعه، واقلب. معلش بقى عشان انا بصور بالتليفون، ايد ماسكه وايد بتصور اهو. كله هياخد سوا واحد، وهنشوفه دلوقتي. كله هياخد سوا واحد. ليه؟ لان انا قعدت العدس 3 4 ساعات، فعشان كده حطيت كله مع بعضه هيستوي اهو. هنا حطيت الميه بتاعته زي الرز بالظبط، كانك بتعملي رز اهي. 3 كوبايات رز عليهم كوبايتين 3 كوبايات ميه اهو. وحطيت الملح بتاعها اهو. هسيبها بقى تغلي واطفي عليها اهو يا حبايبي. رجعت لكم تاني اهو. الرز مع الشعريه مع العدس ابو جبه اهو، كله على بعضه جميل جميل، مش قادره اقول لكم، ولا بيقطم، كله مستوي.
انا هسيب برضو لسه الرز يتشرب كده. وهو يا حبايبي الرز استوى والمكرونه والصلصه. او لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتدعميني وتحط اللايك. باي باي. وهو ده كان الغدا بتاعنا النهارده، الكشري. تنسوش يا جماعه جربهم وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. باي باي.